مساء الخير. النهاردة هنعمل وصفة من الباذنجان طعمها حلو خالص والدهون قليلة في الزيت، بجد هتعجبك جدا. أول حاجة معايا 2 حبات من الباذنجان، هبدأ أقطعهم. بجد الطريقة دي هتعجبك جدا، أتمنى تجربيها. وبعد ما تجربيها وتعمليها تخشي تعلقي وتقولي لي إن شاء الله هتكون عملتيها وعجبتك جدا. ببدأ كده أقطعها بالشكل ده. كلهم أقطعهم كده. أنا قطعتهم، هبدأ أضيف عليهم الملح. ببدأ كده أقلبهم عشان الملح يتوزع عليهم، وهضيف برضو نص الباقيين كده، وهضيف عليهم برضو الملح. وهضيف الباقيين، وهبدأ أضيف عليهم ملح. وهبدأ أسيبهم يتنقعوا كده لمدة ساعة، ساعة ونص، وهرجع لكم. ببدأ أعمل إيه؟ بجيب حلة صغيرة على النار، هضيف فيها معلقة زيت، وهبدأ أضيف عليها نص بصلة مقطعاها. يعني إيه؟ دي بصلة كاملة، أنا هحتاج نص ونص. هاخد النص الأولاني، هبدأ أقلبها لحد ما تحمر، وهكون ضاربة 3 طماطمات في الخلاط، هضيفهم عليهم 3 حبات من الطماطم. أول ما تحمر كده هبدأ أضيفهم، فرمتهم. عايزة أقولك كمان المقادير هتلاقيها في صندوق الوصف، كلمة المزيد اللي تحت الفيديو. وهضيف معلقة سكر، وهضيف فلفل أسمر، وربع معلقة ملح. وهبدأ أسيبهم كده يتسبكوا، أقلبهم كده وأسيبهم يتسبكوا لحد ما أكمل باقي الوصفة. هرجع للباذنجان تاني، هبدأ أصفيه كده بصوا، هبدأ أصفيه خالص كده، أنزل كده المية اللي نزلت منه دي كلها، بصوا، وأصفيها وأنشف كمان الباذنجان بفوطة مطبخ أو مناديل. طاسة بقى، بصوا بقى، طاسة، وهبدأ أضيف دي نص البصلة التانية. زي ما قلت لكم أنا احتجت بصلة كاملة، خدت نص وده نص. وهبدأ بصوا هشوح كده بقى. هي دي الطريقة اللي انتوا زمانكم مستنيينها، انتوا مش عايزين تقلوا في الزيت. هبدأ كده أشوح قطع الباذنجان، بصوا، مع البصلة دي. طبعا هما هيحتاجوا، هعمل نص كده مع البصلة ونص عادي لوحده. بصي هبدأ كده أضيف كده قطع الباذنجان اللي أنا نشفتها كويس، تنشفيها كويس. وأبدأ أوزعها كده بالشكل ده، والطاسة تكون زي ما قلت لك سخنة. ضفت البصلة اللي هي نص الباقي، وببدأ أضيف كده الباذنجان. هسيبه بس كده لمدة يعني نص دقيقة كده على الوش الجنب، يعني الظهر بتاع الباذنجانة، وهبدأ أقلب. بصوا كده، هتبدأي تقلبي فيهم، هياخدوا لون. هناخد بس لون خفيف خالص عشان يخلي الباذنجان ليه كده في الوصفة بتاعتنا نكهة كده وطعم. وهتشوفي بإذن الله بعد ما تعملي نفس الخطوات دي هتلاقي بجد وجبة باذنجان طعمها حلو. بصي اللون الخفيف ده، أنا هبدأ أطلع، بصي، وهطلع طبعا البصلة دي كلها، ما اقدرش اسيبها تاني اكمل. انا لسه هكمل في نفس الطاسة، بس مش هقدر اطلعهم كده مع بعض علشان اكمل. شايفة دهنة كده الطاسة، دهنة خفيفة خالص، يعني معلقة زيت. ببدأ برضه اشوح باقي الكمية. زي ما قلت لك مهم جدا انك تنشفي قطع الباذنجان دي من بعد النقع. بصوا بدأ ياخد لون كده من التشويح. طريقة التشويح دي للباذنجان بجد هتعجبك، انا متأكدة. انت لو جربت الطريقة دي مش هتقلي خالص في الزيت، هتعملي كده على طول. بصوا اللون ده. خلاص كده انا هطلع الكمية كلها. بصوا ببدأ بقى في نفس الطاسة بعد ما خلصت كده تشويح الباذنجان، ببدأ اضيف فلفل اخضر. دول 2 فلفل اخضر مقطعاهم بالشكل ده.
طبعا انا مقطعه ومجهزه كده علشان وقت الفيديو هيكون طويل، فانا ايه مجهزه الحاجه، وهتلاقوا الحاجات دي مكتوبه في صندوق الوصف. ببدأ كده اضيف معلقه زيت، وابدأ كده ايه اقلب كده في الفلفل لحد ما ريحته تطلع. عايزه اقول لك صندوق الوصف كمان هتلاقي فيه وصفات كتير للباذنجان بدون آلية في الزيت، بجد طعمها حلو. ببدأ كده اقلب في الفلفل الاخضر لحد ايه كده ما ياخد لون وريحته تطلع كمان. بصوا انا عايزه اخليه لونه كده ايه، بصوا يعني ايه متلون كده. هضيف عليه فلفل اسمر، كمون، وده فلفل اسمر، وهضيف ملح. بص انا ضفت توم بس التوم ما جاش في الكاميرا، يعني انا ضايفه توم، هتشوفوها واتي في الطاسه، التوم اللي هو الابيض ده. ضيفيه نص معلقه، وكمان انا لسه هضيف برضو نص معلقه. هروح بقى للصلصه زمان هتسبكت دلوقتي، هشوفها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا عامله ازاي. خلاص كده طفيت بقى البوتاجاز، وهبدا اضيفها على طول في الطاسه. انا هاخد نص ونص، يعني هضيف كده النص ده كده، وهبدا اضيف البتنجان اللي انا مشوحاه بجد، اللي ريحته ايه مع البصله كده ريحته تحفه. او تشوحيه لوحده من غير البصل، لو مش هتعرفي تتحكمي في البصله وهتحمر منك الاول، شوحيه لوحده خالص بمعلقه زيت، بس تكوني منشفاه كويس. ببدا كده اغطيها بالصلصه، وهبدا اضيف عليها نص معلقه توم مفروم كده من فوق. هوزعها كده وهغطيهم. بصوا هغطيهم كده ايه، هسيبهم. طبعا هي كل حاجه ايه كده، البتنجان انا دبلته يعني مسوياه، بس ايه برضو هسيبهم 10 دقايق وهرجع لكم. بصوا بعد 10 دقايق بقى حاجة كده ايه تحفة. انا هدخله الفرن ياخد لون كمان، لو مش عايزة تدخله الفرن براحتك، بس انا هدخله الفرن ياخد لون، وهبدأ اقدمه بالشكل كده. بجد حاجة كده ايه ريحتها تحفة وطعمها حلو، واتمنى تجربيها. بجد وصفة باذنجان حلوة. التشويح ده يا جماعة جربيه، جربي طريقة التشويح، ريحتها حلوة خالص. بصوا بقى انا حابة كمان اجيب كده لقمة عيش واوريكم قد ايه كده الباذنجان جميل جدا. بجد اتمنى تجربي الطريقة دي، في منتهى البساطة وحاجات بسيطة جدا،